إنجازات كتير اتحققت في فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية، ومش محتاجين نقول إن من أهم الإنجازات دي هي مبادرة حياة كريمة، واللي كان هدفها من البداية واضح وهو توفير حياة كريمة لكل المصريين، وده بتطوير عدد كبير من الخدمات والمشروعات اللي من أهمهم توفير عدد كبير من السلع بسعر مخفض، وتوفير فرص العمل، وبرضه تطوير البنية التحتية وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية. وتعتبر حياة كريمة رد على احتياجات وتطلعات المجتمع المصري، وبتعكس التزام الحكومة بتحسين ظروف المواطنين وتوفير فرص أفضل ليهم للمستقبل. المبادرة ماشية بنظام محدد وخطة مدروسة، وليها مبادئ أساسية ماشية عليها زي الشفافية المقدمة في كل مشروع من مشروعات التنمية، والتزام كل شخص اتبرع أو شارك في المبادرة دي، والثقة المتبادلة بين كل شريك في المبادرة. طب إيه هي الفئات اللي بتستهدفها مبادرة حياة كريمة؟ دايما بتعتمد مبادرة حياة كريمة في خططها ومشروعاتها على الناس الأكثر احتياجا، زي الأسر اللي في المجتمعات الريفية وكبار السن وذوي الهمم والنساء المطلقات والأطفال الأيتام. طب تعالوا بقى نتكلم عن الإنجازات اللي حققتها مبادرة حياة كريمة من وقت طرح المبادرة. الحقيقة إن المبادرة دي من أهم وأشمل المبادرات اللي اتعملت في مصر، وقدرت فعلا في وقت قصير جدا إنها تحقق إنجازات كتير جدا، وخاصة تركيزها على احتياج الناس، وده طبعا اللي بيشمل الصحة والسكن والزراعة والصناعة. وبلغت مشروعات المرحلة الأولى في حياة كريمة تطوير أكتر من 1000 قرية، وأنشأت ما يقرب من 500 وحدة صحية وأكتر من 150 نقطة إسعاف في القرى، وكمان زيادة كفاءة الوحدات الصحية والمراكز الطبية وتشغيل كوادر طبية مناسبة، واللي بدوره بيساعد على ارتقاء المنظومة الطبية بأكملها. ده غير الاهتمام بتنفيذ مجمعات الخدمات واللي بيشمل مكاتب التموين والشهر العقاري والسجل المدني. وكمان قدرت المبادرة في وقت قصير تنفيذ مشاريع في مجال الكهرباء بمبلغ أكتر من 24 مليار جنيه، ده غير أعمال الصيانة لرفع كفاءة الأعمدة القديمة وأكشاك المحولات. واهتمت كمان بالمجمعات الزراعية وطورت عدد من المدارس والوحدات الطبية. ولو اتكلمنا عن جهودها في المشاريع الخاصة بالإسكان، قدرت مبادرة حياة كريمة تنفيذ 160 عمارة، وأدخلت مشروعات الصرف الصحي في أكتر من 250 قرية. وكان من ضمن أهداف مبادرة حياة كريمة هو إحلال الصناعة المصرية المحلية، وده بإطلاق مبادرة دعم وتوطين للصناعات الوطنية علشان نعتمد أكتر على المنتج المحلي، وده من خلال تعزيز الدور اللي بيقدمه القطاع الخاص بوجود عدد من الصناعات المهمة في مصر، ودعم الدولة ليها وتحفيزها بأكتر من طريقة زي إعفائها من الضرائب لمدة 5 سنين. الحقيقة إن دي حاجات بسيطة جدا من الإنجازات اللي حققتها مبادرة حياة كريمة والتطورات الكبيرة اللي نجحت في إنجازها، وفعلا قدرت إنها ما تبقاش مجرد اسم بس، دي بقت فعلا حياة كريمة لكل المصريين.